المشكلة اللي تعانيها المرأة في مناطق الجزيرة بالأخص حسكة وتل-تمر، معاناة الأصعب والأكثر هي قطاع المياه على المنطقة بعد احتلال التركي على مناطق راس العين وتل أبيض، والسيطرة الأكبر على مناطق مياه علوك. صارت في معاناة للمرأة شيء يعني 95%، ما يقارب 95%. من خلال شغلنا نحن يعني قدر استطاعتنا انه نساعدهم. في عندنا مناهل تابعه للبلديه مثل مناهل كون عطار، عين العبد، خويتله. هذول يخدمن الاهالي والسكان والقرى اللي تابعه لها مناهل بشكل مجاني. في عندنا مناهل تابعه للبلديه، خاصه البلديه مثل تل عربوش. عندنا مناهل يخدمن الصهاريج اللي تابعه للبلديه لتوزيع مجاني للنازحين والاهالي بتل-تمر وحسب القرى اللي تابعه لها ونازحين شباب. رغم امكانيات البريده الضعيفه نحن عم نساعد الاهالي بالحفر الابار اللي تابعه لتل-تمر والقرى اللي تابعه لتل-تمر. نعطي رخص ابار كل 3 عوائل، نعطيهم رخصه تخدم 3 عوائل من اجل يعني الحفاظ على المياه الجوفيه لحتى تتوفر المياه يعني بضمن المنطقة. بعد نزوح مناطق راس العين وتل أبيض على منطقة تل-تمر وقراها أصبح عدد السكان عالي كثيف. يعني حفر الآبار بهالمنطقة بهالفترة هاي يعني جاي يسبب مشاكل، بس نحن رغم هاي يعني عم نتفاداها. يعني عم نعطي حفر آبار لحتى إنه نساعد قدر استطاعتنا، يعني إنه نساعدهم، ما إنه نمنع إنه ممنوع حفر آبار مساعدتهم، لأنه المنطقة أصبحت جافة واصبحت منطقه صحراويه بشكل عام. يعني فنحن يعني قدر استطاعتها البلديه انه تساعد المكونات الموجوده بالمنطقه وتعطيها مجال يعني لحتى تتعايش هي بالمنطقه. الحل الوحيد اللي تحت ايدينا حاليا انه احنا نساعد الاهالي بحفر الابار. يعني انه الحل الوحيد، ما في عندنا غير حل الوحيد انه نعطيهم رخص يحفروا ابار. خلال جولاتنا عم نشوف انه اكثر شيء المراه عم تعاني من نقص المياه بالمنزل، كل المجالات. يعني بالنسبه حتى للشغل البراني، اذا بدها تزرع خضره وهاي ما في امكانيات مياه لحتى تقدر تشتغل شغله ثانيه. يعني المياه الجوفيه يعني بالنسبه للمنطقه قاعد تنزل، ما هي نحن حاطين جهاز كثافه عم قبل، وهاي عم يبين يعني انه في جهاز عم تقلل المياه عندنا، وهاي سبب رئيسي، يعني سبب مشكله كبيره للمنطقه بسبب الجفاف اللي ضرب المنطقه والحراره المرتفعه قاعد يسوي عندنا مشاكل. نطالب الامم المتحده او شيء حدا يتكفل بالمياه، يدعم مياه علوك يعني بهالفتره، لانه نحن بسبب منطقه بعد سيطره المياه على المياه علوك اصبحت الوفيات عندنا كثير. المياه علوك اذا يعني هي مشكله انسانيه لازم تتدخل بها الامم او شيء دوله ثانيه حتى تحل المشكله، لانه سيطره قوات التركيه عليها سببت مشكله كبيره. هين عم يضغطوا على مناطق شمال شرق سوريا بالوسيله هاي الوحيده، يعني لانه ما في نقطه ضعف تسيطر على المجتمعين غير المياه. تعتبر ندرة المياه من القضايا البيئية والاجتماعية اللي تأثر على حياة الأفراد بشكل عام وعلى النساء بشكل خاص، لما لها من أبعاد نفسية واجتماعية على المرأة. فنقص المياه خلال هاي الفترة أثر على حياة المرأة بشكل كبير، أدى إلى تفاقم الضغوط النفسية عند النساء، سبب لها التوتر النفسي والعاطفي، وأدى إلى ارتفاع مستويات القلق والاكتئاب عند المرأة. طبعا ليش عم نحكي على المرأة بشكل خاص؟ لأنه الغالبية أنه النساء هن المسؤولات عن جلب المياه، خاصة في العائلات التي تعيلها المرأة. فأثر على حياتهم الأسرية، على علاقاتها الاجتماعية. يعني في حالات عم تعيش المرأة بحالة ضيق كبيرة بسبب هاي المعاناة. هذا عدا أن مشاكل تانية تعرضت لها المرأة بسبب هذا الموضوع.
هو التعرض لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي مثل التحرش، وهذا الشيء كلياته عم يصير بسبب انه النساء عم تقطع مسافات طويله لحتى تجلب المياه لاسرتها او لعائلتها. الحلول والمقترحات لهذا الموضوع: اول شيء حمايه حقوق المراه وتوفير المياه يجب ان يكون في كل الاوقات، سواء في اوقات السلم او في اوقات الحرب يلي عم نعيشها هلا، خاصه في المجتمعات الهشه والضعيفه. ثاني شيء، هاي الظروف اللي عم نعيشها تبرز اهميه تعزيز دور الامن والحمايه وتامين مثلا مصادر مياه للمجتمعات. ثالث شيء، لازم يكون في تعاون مع المنظمات والمؤسسات المحليه لتنفيذ مشاريع المياه. كمان من الحلول يعني نحن فينا مثلا نقرب مصادر المياه من مثلا منازل الناس، يعني حتى لا تضطر المرأة لقطع مسافات طويلة لجلب المياه، لأنه لازم يعني يكون في تركيز على هذا الموضوع بشكل كبير، خاصة أنه هذا العبء أو المعاناة اللي عم تعيشها المرأة شكل لها عبء جسدي ونفسي كبير. يعني في كثير النساء انقطعت عن العمل أو عن الدراسة وسبب لها مشاكل وأزمات نفسية كبيرة. قطبونا آوي قلقي باندور كريه لسر باجير لسر ملات لسر جنان بتايبتي. قطبونا آوي جالية كم خابوري تلتمر و آوا علوكي قلقي باندور كريه نها همو ملت آوا بيران بكارتين قلق بير هاتن كولاندين شخوا بيرين آوا تعال شور تين بكاراني همو باجار تلتمر وكي باجار حسكي به همو آوا صاريجا تي بكاراني شبو آوا بخارني شخوا نظانن مصدري ويجي چافكاني ويجي جكوي دكيه افجي باندوركي همو جنان دكن شخوا قلق نخوشي درباري و جبر سدمين وان آوا قلق نخوشي دردكبن ام بيجن سر نخوشي انكو بجنار چه دبن يك جوان نخوشيان التهاب مجاري بوليه انكو بجنار چه دبن نخوشيا النسائيين فطريات چه قلق جنين دوجاني تين بريجاران نخوشين كو بجنين رين چه بكون تشوهات هبن اف اكتر شيء كو جن باندور ليتكن درباري نخوشي نسائي ده اف نخوشي چه دبه جنين دوجاني بريجاران درچونا زوتر چه دبه بري وقتي خوا شخوا بسدمين اف في آوي قلق اف آلوزي بجنار چه دبه شخوا آلوزيا دجي مشكلة كو سبب آوي كو جبر چه دبه نها روشا كوانتي درباس دبن اريشين دجمن سر باجار ما دين چكان ينكو د شر تيم بكرانين اف ماده درباسي اخيد بدريا اخيد درباسي وان بيراد دبه جبر كو ايرو رو همو باجار بير آنين يعني هاتن كولان در ام ماده درباسي في آوي دبه اف شخوا ام همو في آوي بكارتينين اف آفجي في ماده هاتي قريش كرن شخوا اف آلوزي جي درد كيفن يعني اف شركو ايرو تيب كاراني جي باندور آوي قلقي لسر نخوشيان جي دكه هگر اف آلوزي نين چار سر كرن خطري آوي و بردوان بكي وكما قوق اف نخوشين كو بجنار شوي دبه كو اسقاطات تشوهات التهاب مجاري بولي التهابات نسائية فطريات شخوا هر بهتر وزيده به هگر تجار سري جا آوير نيديتن بكارانينا آوا نباقش يكو عم نظام مصدري وشكوية جافكانيا وشكوية دهلكو هن جن زاروكانين ددمين بيجده اسقاطات شبه زاروكم كو بين دنياي وزنا وان كيم به شو اف سدم جي دهل اف اف جي دهل اف قريش دهل كو اف سدم جي بين دكبن هولي دمين بيجده چاره سريا كو ام قاربن لبيشيا وان خوشي ام بسكنين يك جي غرك اوا علوك بي مشاندن شو اگر اوا علوك نين شغلاندن نين مشاندن براسي و گلك قارست چه ببه و چمي خابور جي همو خابورين كو مچقين جي او جي بين مشاندن و يعني باوي بين تشكرن جبركو هر چمك ببه گول و گلك نخوشي جي دركبه كتسبت بيشرو جي نخوشي بير ببه چاره سري تنه بجيره دماكو اف هبه
نخوشيجي تني دماكو آفتنا بويقول لك نخوشيجي دركب اگر أوا علوك نهات شغلان دل نهات كارانين ام وقا مال باد دمالي نخوده ام شخوره چار سريان درخل كو ام البيشي افان نخوشيان بسكرن اب أوا كو ام بتخون جي ديلكو حصيات رملية بمر تشيببه جبوي وي دمالي ده ام كاربن آوي يا آوا وخوارني ام بكلينن بكون ام بكلين تشتكي ده كو باقش به معقم به بشتي كو مكلان ام بينن بجمدينن دخن علبين كو اوجي باقش به معقم به لبيدا كيت جمد بوك آوا بقين هجر غاثنا بكهربتنا به ام قاربن لبرو كيجي بعقمين ام علبين قزيز بينن اوجي كو علبين باقش به معقم به ام فتره هافيني ده تقريبا 6-7 ساعات عم البرو كي بهلن بشرا ام بينن ام بصفينن بقطيكك باقش لفردي سا اوجي جمد بوك آوا بقيني يا دنجي هجر ام بيتشتي بكارنين مثلا هجر امكانيه مالباتي هبن قاربن فلاتر بينن وهين باشتر بجبكو ام قاربن لبيشي افان نخوشياب سكن